هل شعرت يوماً أنك ترهق نفسك بالشكوى؟ أنك تكرر التعب وتعيد الضيق بصوتك حتى صار جزءاً منك؟ أنا كنت كذلك، لم أكن أراها شكوى، كنت أظنها رد فعل طبيعي، فإذا تأخر الباص تذمرت، وإذا نسيت هاتفي غضبت، وإذا لم يرد أحد على رسائلي حزنت، وغرقت في سوء الظن. كنت أظن أن هذا مجرد حياة، لكن نقطة التحول لم تكن حدثاً كبيراً ولا درساً وعظياً ولا حتى رحلة تأمل. كانت شيئاً بسيطاً وجدته بالصدفة بين كتب جدتي الراحلة. كان هناك دفتر قديم بغلاف ناعم مرسوم عليه رمانة بلون أحمر دافئ. رائحة الورق فيه كانت تشبه الأيام القديمة، وخط اليد يشبه نبضاً حياً. فتحته بهدوء صفحة بعد أخرى. لم أجد فيه صوراً ولا ذكريات مكتملة، بل وجدت شيئاً أعجبني وأربكني. كل صفحة تحمل تاريخاً وتحتها سطر واحد، سطر يختصر يوماً من الحياة. قرأت: الأربعاء 5 من شباط، انقطعت الكهرباء، فأشعلت شمعة وقلت: يا رب لا تحرمني نعمة هذا الدفء. ثم قرأت: السبت 15 من آذار، انكسر الكوب الذي أحبه، قلت: لعل الشر تكسر فيه، الحمد لله. ثم الثلاثاء 9 من أيلول، تأخرت عن العمل، لكن الطريق كان فيه نسيم وولد يركض وفي يده تفاحة حمراء. ابتسمت ومضيت. كانت هذه الصفحات لجدتي الهادئة الصامتة التي لم نسمعها تشتكي. كنا نظنها لا تعبر، لكنها كانت تعبر بطريقتها، تكتب كل يوم كيف قاومت الشكوى وامتدحت النعمة. لا أدري لماذا، لكنني شعرت بالخجل، ثم شعرت بالحنين، ثم رغبت في التجربة. فبدأت أحضرت دفتري الخاص وجلست أكتب مثلها كل مساء. اليوم الأول: العمل كان مملاً، لكني حمدت الله لأن لدي دخلاً ثابتاً ومكتباً وزملاء وقهوة أستطيع أن أحتسيها بسلام. اليوم الثالث: لم أنجز ما أردت، لكني رأيت ابنة أختي تضحك وتعانقني دون سبب، وهذا أكثر إنجاز أحتاجه اليوم. اليوم السابع: تجاهلتني صديقتي، لكني دعوت لها وقلت: ربما هي تتألم ولا تملك طاقة الرد، اللهم لا تجعلني حملاً على أحد. اليوم 15: كنت متعبة، لكني مشيت واستمعت إلى دعاء بصوت قديم فارتاح قلبي. اليوم 20: لم يتغير شيء في الحياة، نفس العمل، نفس الطريق، نفس التفاصيل، لكني تغيرت. صرت أرى ما كنت أتجاهله، أشكر ما كنت أعتبره عادياً، وأبتسم لأني حية وأشعر. وفي اليوم 40 كتبت: الحياة لن تتوقف عن اختبارنا، لكننا نملك أن نختار كيف نرد، وأنا قررت أن أختار الصبر وأن أزين قلبي بالحمد. أغلقت دفتري ووضعته في درج مكتبي، لكن الدفتر الحقيقي صار داخلي. كلما هممت بالشكوى تذكرت دفتر الرمان، وتذكرت يد جدتي وهي تكتب بصبر أن الحياة تستحق الامتنان ولو من قلب متعب. والآن إن سألني أحد كيف حالك، أبتسم وأقول: أنا بخير. لم يتغير العالم، لكنني تعلمت أن أنظر إليه بعين أخرى، عين ترى النعم وتحمدها قبل أن تشتكي من نقص لا يعد. ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال وفي كل حين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا يا رب العالمين. اللهم يا ودود يا ذا العرش المجيد فعالا لما تريد، اللهم ارزقنا في هذا الصباح حلو الحياة وسعة في الرزق وراحة في البال، وألبسنا لباس العافية وحسن الخاتمة يا أرحم الراحمين.